لبناء حسينيات في الزرقاء. فكان الجواب إنه شو هي الحسينيات؟ الحسينيات هي أماكن عبادة ظاهرا لمن ينسبون إلى عائشة الزنا ويلعنون أبو بكر ويلعنون عمر. أبو بكر الصديق هو الصحابي الوحيد من بين 124 ألف صحابي، الصحابي الوحيد الذي ثبتت صحبته بالقرآن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فكيف نفتح أو نسمح أن يكون هنالك أوكار لاتهام السيدة عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا؟ اتهمت. ولعن أبو بكر لعن عمر. كيف ممكن نسمح إحنا ببناء أوكار تكفر 124 ألف صحابي ما عدا 17 صحابي؟ الشيعة يقولون أنه أصحاب النبي ارتدوا بعد وفاته ولم يبقى على الإسلام سوى 17 صحابي. كيف نسمح لناس يعلموا أولادنا بكرة باسم العبادة ومحبة آل البيت أن ينشروا مثل هذه الأفكار داخلنا؟ التقارب السياسي موضوع آخر، يعني ممكن نتقارب مع الصين، مع روسيا، مع الهند، مع السند، هذا موضوع آخر. يصير تقارب مع إيران، مع هذا موضوع سياسة. لكن في الجانب الديني مجتمعنا يحتاج إلى تحصين. لا يجوز أن نسمح أن تكون هنالك زيارات دينية شيعية تتم فيها الطقوس الشيعية عند سيدنا جعفر أو مقامات آل البيت. فأنا بقول يجب تحصين المجتمع ضد ولو كان في إغراء مالي، ولو كان في تقديم مساعدات، ولو كان، لأنك تتحدث عن مقتل من مقاتلنا إذا سمح في يوم من الأيام أن تتم مثل هذه الزيارات للأردن. السياحة الدينية كلمة حق يراد منها باطل. السياحة الدينية ظاهرها أنه أئمة البيت تعال خنزورهم، هاي ظاهر الكلام، بس حقيقة الأمر هو البحث عن موطئ قدم. ولذلك أنا مش مع وجود جروبات سياحة دينية. هلا واحد دخل على الأردن بأي مصلحة من المصالح، تجارة ولا غيره، وزار، ما تقدر تمنع واحد أن يزور سيدنا جعفر، لا سني ولا شيء. لكن أن يتم تنظيم زيارات تسمى زيارات دينية، لا، مش مع هذا الكلام مطلقا.